ازيك يا طنط عامله ايه؟ ربنا يخليك. انت عامل ايه؟ منورنا. الحمد لله كويس. بص انا جايب لك حاجه مخصوص ليك انت، ها؟ ربنا يخليك. حاجه من نيس. ربنا يخليك. بص يا طنط احنا هنخش في الموضوع على طول. طبعا. انا جاي اطلب ايد بنتك عزيزه، شفتها بصراحه بتتشقلب في الجامعه مبهره. مش عارف اي حاجه، مش مشكله. نخلص يعني. عزيزه ايوه يا ماما. تعالي يا حبيبتي. ايوه انا جايه. اقعدي يعني، اقعدي بقى كده يعني. على فكره بقى اختي مش بتعرف تطبخ خالص، اكلها زي الزفت. بس ايه ده بجد ده؟ لا خالص يا حبيبي، هو بس يعني ايه، بيحب بس يهزر معاك شويه بس مش اكتر. بقى العيال الصغيره، عيال نايتي وكده، مالهمش في الطبيخ. واحلى حاجه يا طنط بصراحه في بنت حضرتك ان يعني الرقه والصوت الرقيق يعني وهاديه كده. اسال الجيران، محدش اصلا عارف اللي هي اتولدت لغايه دلوقتي من كتر صوتها الرقيق. وبرده كمان يا طنط يعني منظمه كده في حياتها يعني ومرتبه كل حاجه انا بحب النظام بصراحه. انت هتنعم في بيت وفي غايه النظام. لا بصراحه. انا مش عارف، في حاجه وقعت تقريبا. لا هو مش. ما تقومي يا اختي شوفي، يمكن دولابك وقع ولا حاجه من الكراكيب. ايه ماما ده؟ لا اجيب بابا امتى بقى عشان نقرا الفاتحه؟ لا بابا ايه يا حبيبي، انت تقرا الفاتحه حالا يا حبيبي. يا حبيبي انا اشتريتك خلاص، مش مشكله. ممكن تجيبه يوم الفرح او يوم الصباحيه، مش مشكله يا حبيبي. قبل ما تمشي كده عايز اعرفك على حاجه. البضاعه المباعه لا ترد ولا تستبدل، ماشي؟ هو ايه ده يعني ازاي؟ يعني هتفهم بعدين. سامحني دنيا واخره، انت زي ضنايا. الله يبارك لك يا ابني.